الاهلي يستهل مشواره الافريقي بالثلاثه، والحمد لله الاهلي عنده بدل اللعيب ثلاثه. الشحات بيتالق، امام عاشور بيتالق، عبد القادر بيتالق، وبيرسي تاو بيتالق. والاهلي الحمد لله امسك الخشب جامد وما يقدروش حد. هنتكلم عن ماتش الاهلي وسان جورج الاثيوبي في مستهل مشوار الاهلي في الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا في حلقه جديده مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيك عزيزي المشاهد، وقبل ما نبدا حلقتنا لازم كلنا نصلي على خير الانام سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنساش لو عجبتك الحلقه تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناه. اهلا بيك. الاهلي بيبتدي مشواره في الحفاظ على لقب دوري ابطال افريقيا قدام الفريق الاثيوبي سان جورج، فريق صغير. ولما تلعب قدام فريق صغير بيبقى عندك مشكله كبيره. اولا ان الفريق الصغير ده وخاصة لو عنده لعيبة بتلعب كورة كويس بيبقى همه وعنده طموح كبير ان هو يقدم ماتش كبير قدام فرقة كبيرة، وما بيبقاش عنده اي حاجة يبكي عليها. زي ما قال الفنان الراحل احمد زكي، في ايه هنبكي عليه؟ اي فرقة صغيرة بتلعب قدام فرقة كبيرة بيلموا بعض يقولوا في ايه هنبكي عليه، كده كده احنا مغلوبين يبقى ننزل نلعب بلعبنا، ننزل نلعب بطبيعتنا، واتغلبنا خير. قدرنا ان احنا نقدم ماتش كبير قدام فرقه كبيره وقدرنا نخطف منها التاهل، بدل الخير خيرين. وده اللي لعب عليه الفريق الاثيوبي، وده اللي خلى باله منه كولر بعد ما طب اللي اتعمل فيه قدام اتحاد العاصمه في مدينه الطائف في كاس السوبر الافريقي. اللعيبه ما نزلتش متهاونه، اللعيبه نزلت حاطه تركيزها كله انه هي تسجل هدف في اول ربع ساعه، وابتدوا بيشكلوا ضغط مبكر جدا على دفاع الفريق الاثيوبي. مارسيل كولر لعب بخطته المعتاده اللي احنا اتعودنا عليها 4-3-3 وبتشكيل مختلف تماما عن تشكيل المصري. رجع تاني للتشكيل بتاع اتحاد العاصمه اللي اتغلب بيه في ماتش السوبر الافريقي، ولعب بنفس طريقه اللعب لكن مش بنفس الاداء. اللي اختلف عن ماتش اتحاد العاصمه ان الفريق كان بيضغط كله ككتله واحده من قدام ضغط مبكر، وده اللي حرم الفريق الاثيوبي ان هو ينقل الكره بسلاسه وبسهوله في خط دفاعه. كمان الفريق الاثيوبي لعب بخطه لعب 4-4-2 اللي بتتحول في الحاله الدفاعيه ل 4-4-1-1. الطريقه دي ادت مساحه وادت حريه كبيره لخط نص الاهلي ان هو يقدر يكمل قدام في الضغط على لعيبه الفريق الاثيوبي سان جورج. وكانت الخطوره كلها بتاعه الفريق الاثيوبي هي التحول الهجومي عن طريق الهجمه المرتده من الناحيه الشمال بتاعتهم اللي هي ناحيه اليمين ناحيه محمد هاني، لكن ما قدروش ان هم يشكلوا هجمات خطيره جدا على النادي الاهلي بسبب يقظه نص الملعب وكمان يقظه دفاع الاهلي، خاصه محمد عبد المنعم ومحمد هاني. وكمان عشان كولر بيتعلم من اخطائه عمل حاجتين مهمين جدا في مباراه سان جورج. اولهم طبعا ان هو عمل مثلثات. المثلثات مثلث ناحيه اليمين ومثلث ناحيه الشمال. المثلث اللي ناحيه اليمين كان بيبقى فيه دايما محمد هاني واليو ديانج وبيرسي تاو، وكان بيدي مساحه او حريه لمحمد هاني ان هو يخش جوه الملعب، ويدي مساحه برضه وحريه للاثنين التانيين ان هم يطلعوا بره في طرف الملعب. وده اللي عمل ربكه للدفاع الاثيوبي، والمثلث ده كان عامل دور هجومي مميز جدا في خط هجوم الاهلي. والناحيه الثانيه كمان ناحيه الشمال كان في مثلث بيتكون من امام عاشور وعلي معلول وقدامهم حسين الشحات، بس المثلث ده كان اكثر فاعليه من المثلث اللي الناحيه اليمين لعده اسباب. اهمهم طبعا ان امام عاشور عنده حاله من الروقان وحاله من المزاجيه عاليه جدا. امام عاشور لعيب مهم جدا في مركز 8 في اي حته، لعيب فرق كتير في نص ملعب النادي الاهلي نتيجه لان هو شواف، بيعرف يشوف اللعيبه اللي حواليه وبيعرف يباصي باصات بينيه وباصات طويله بشكل مميز جدا وبدقه عاليه. وكمان من اللعيبه بتاعت نص الملعب اللي بتلاقيهم يعني ايه؟ يعني انت لو لعيب طرف واتزنقت بتحاول تلاقي لعيب النص الملعب ده يقرب لك عشان تسند عليه او عشان خاطر تديله الكوره. امام عاشور من اللعيبه ومن النوعيه دي ان هي بتكمل عشان خاطر يسند اللعيب الوينج عشان خاطر يكمل معاه. وده اللي حصل في الكوره بتاعه الجون الاولاني اللي صناعه من امام عاشور وتكمله ممتازه جدا ما بينه وما بين حسين الشحات. وطبعا حسين الشحات النينجا برنس رائع، احلى من البسبوسه
بيرقص في ربع متر، يقدر يكلفت اي حد ويلبسه كوبري ويسجل جون رائع جدا في الشوط الاولاني. لكن بتكمن مشكله الاهلي دايما في الفرص الضايعه، كميه فرص ضايعه من لعيبه النادي الاهلي غير معقوله. كمان الضغط اللي بيعمله لعيبه الاهلي قل كتير جدا بعد الهدف اللي سجله حسين الشحات، وده اللي اتكلم عليه مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، ان هو كان عنده عتاب مع اللعيبه ان هم ما قدموش الضغط اللي هو كان طالبه منهم في الشوط الاولاني، وحسهم ان هم ينزلوا الشوط الثاني بضغط اكبر، وده اللي حصل بالفعل. اللعيبه في الشوط الثاني شكلت هجوم قوي جدا على دفاع سان جورج، شكلوا هجمات خطيره جدا على الفريق، وابتدوا كمان يجي لهم فرص كتيره ويقربوا من تسجيل الهدف الثاني. شفنا كرة في العارضه لامام عاشور، شفنا كرة بعديها كمان في العارضه لرامي ربيعه. لكن كمان اللي ساعد لعيبه الاهلي ان لعيبه سان جورج ابتدت تقابل الاهلي من قدام شويه، ابتدوا يزيدوا شويه لقدام عشان يضغطوا لعيبه الاهلي وعشان خاطر يقللوا الخطوره على خط دفاعهم، وده اللي ادى فرصه للعيبه الاهلي ان هم يلعبوا الكرات الطويله والقطريه على الاطراف. ومنها استغل كهربا واحده لعبها لحسين الشحات، الجون الثاني استلامه حسين الشحات هي الجون، استلامها رايقه كده وبهدوء، بيستلمها على وش رجله وبيستنى كده ويبص على الجون حواليه وبيشوط شوطه قنبله على يمين الحارس، كرة لا تصد ولا ترد. الكرة لعبها وحشه قوي كهربا، كان ممكن يتصرف فيها بشكل احسن من كده، لكن الجون كله في الاستلامه بتاعت حسين الشحات. حسين الشحات ابتدى يفوق وابتدى يرجع لمستواه بعد المستوى اللي كان متذبذب شويه قدام اتحاد العاصمه، لكن النهارده قدام سان جورج لعب مباراه الى حد ما عاليه من المباريات المهمه اللي لعبها حسين الشحات مع النادي الاهلي. وللمباراه الثانيه على التوالي دايما الاهلي لما بيبقى عنده تبديلات بتحس ان اللعيبه بتفك وخلاص الماتش خلص، وخلاص اللعيبه اللي نازله ما يبقاش عندها فرصه ان هي تعمل حاجه في الملعب. على العكس تماما، حتى من بعد مباراه المصري اللعيبه اللي نزلت واتبدلت بعد ما الاهلي كان غالب 2-0 لعيبه اثرت بشكل كبير في الهجوم الاهلاوي، خاصه طبعا محمد كريستو عمل جبهه مميزه جدا مع علي معلول اول ما نزل. احمد عبد القادر كمان قدر ان هو يثبت الماتش الثاني على التوالي ان هو من التبديلات المهمه واللي بتفرق دايما في شكل الفريق الهجومي. الجون الثالث هو احمد عبد القادر لوحده، التحجيزه على الكوره اللي كانت متبصله اصلا سيئه ان هو يقطعها ويكمل بيها ويرقص ويعمل 1-2 مع صلاح محسن ويسجل جول من خرم ابره. احمد عبد القادر بيثبت ان هو لعيب رائع جدا في المساحات الضيقه، وده كان بينقص الاهلي فتره كبيره جدا، وخاصه مع احمد عبد القادر اللي كان عنده مشكله في ثبات المستوى مع مارسيل كولر الموسم اللي فات. طبعا فنيا فريق سان جورج اقل بكتير جدا من النادي الاهلي، طبعا كلنا كنا متوقعين ان الاهلي يخلص الماتش بسكور عالي، ولكن اللي زعلني قوي في الماتش الحضور الجماهيري القليل من جماهير النادي الاهلي. احنا واثقين في فريقنا ان هو هيقدر يعدي الماتش ده، ماتش في المتناول بشكل كبير، لكن ان انت يبقى مسموح لجمهور الاهلي ان هو يروح ب 30,000 مشجع واللي يحضروا اقل من 3000 مشجع، دي حاجه بصراحه انا شايفها بتعطل مسيره رجوع الجماهير تاني لمدرجات كره القدم. وبس دي كانت كل تعليقاتنا وتحليلاتنا لمباراه الاهلي وسان جورج في مستهل مشوار النادي الاهلي للحفاظ على اللقب الافريقي. الف مبروك للنادي الاهلي الفوز في مباراه الذهاب، وان شاء الله يكمل انتصاره ويصعد لدور المجموعات في مباراه العوده يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقه تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناه، واستناني في حلقه جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.